اللي عنده في بيته فرخه بالمواصفات دي يبقى عنده كنز في البيت. طبعا كنز، طبعا كنز. ليه بقى؟ هنعرف دلوقتي لما نشوف الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. اولا ايه هي المواصفات بتاعتها عشان نبقى عارفينها كده. بنلاحظ ان دايما في التربيه اللي عندنا في البيت بيبقى فيه فرخه دايما كده تلاقيها نايمه في العش ما بتتحركش. حراره جسمها ساعات بتبقى عاليه شويه عن الطبيعي. لو حاولت انك تحركها من المكان اللي هي فيه تلاقيها بتدافع عن نفسها. فلو في المواصفات دي موجوده في فرخه عندك فاعرف انك عندك حاجه قيمه. ولو انت اول مره بقى تشوف الفيديو بتاعنا او تشوف القناه بتاعتنا، ما تنساش تشترك في القناه وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك الحوش اللي ضغطت عليها فتلاقوا عليها كل الفيديوهات. ويلا بقى نشوف الفيديو نعرف ليه الفرخه اللي بالمواصفات ديت بتكون كنز عندنا. يلا نشوف الفيديو بقى مع بعضنا واتمنى ان الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعين قناة تربية الطيور مع الحوشي على اليوتيوب، اهلا وسهلا بكم. طبعا احنا جايين النهارده نوريكم فرخه. اللي عنده فرخه زيها يعتبر عنده كنز. كنز ليه بقى؟ لان الفرخه دي تعتبر مكنه تفريخ رباني. اولا هي دايما راقده زي ما هنوريها لكم دلوقتي. يعني هي الفرخه طوالي راقده زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده، ما بتتحركش خالص. هي كل الفرخه ديت كل اللي هي عاوزاه منك انك تجمع لها بيض وتحطه تحتها وهي هتفرخ لك وتطلع لك. طبعا هي انتاجها من البيض بيبقى قليل. ليه؟ لان هي عندها زي ما بيقولوا كده ايه، هرمون الرقاد عالي شويه، اللي هو هرمون البرولاكتين. ده هرمون عالي عندها فبيخليها دايما تميل ان هي تفضل راقده زي ما انتم شايفين كده. يعني احنا حتى هنحاول نحركها لكم اهي. شوف، حركش هي مكانها من القفص زي ما انتم شايفينها كده. هي الفرخه دي هي كل اللي هي عايزاه منك انك ايه، تجمع لها بيض وتحطه تحتيه وهي بالصلاه على النبي كده هتطلع لك البيض ده كله فراخ. ودي ميزه. يعني في ناس ممكن تقول لك فرخه زي ديت يعني لا، يعني مش مميزه. لا، ده هي ميزه عندك لان انت عندك مكنه تفريخ رباني كل اللي انت عايزه. طبعا شايفين ما شاء الله في فراخ موجوده متوفره كتير اهي. انت عندك الفراخ قدامك اهيت الفراخ. فانت كل القصه اللي انت عاوزها انك عاوز تجيب لها بس بيض مخصب وتحطه تحتها كل 21 يوم هتطلع لك دفعه كتاكيت. انت بقى عندك مكنه تفريخ في البيت. طبعا هي القصه دي كلها طبعا هي دايما ان القليلي ما بتكون موجوده في الفراخ البياضه يعني البلدي، لكن هي دايما بتبقى او الهرمون البروكتين بيبقى عالي دايما في الايه، في الرومي. يعني الرومي ده دايما بيقول لك عندنا الرومي دايما بيميل للرقاد، هرمون البروتين كده طبيعي بيبقى عالي عندي. فدي بتبقى حالات قليله يعني. دي عندك هي كده، وساعات بتبقى موجوده برضو في الحمام. في بعض تلاقي في ناس يقول لك انا عندي الحمامه ديت بفرغ تحتها بس هي ما بتبيضش. طبعا هي بيضها بيبقى قليل لانها طالما هرمون البروكتين عندها بتميل للرقاد فبالتالي هي عمليه البيض عندها بتبقى قليله. لكن هي ميزه في وجود ان انت عندك فراخ تانية تقدر تلم البيض المخصب انت من كل حته وتحطه تحتها وهي تطلعه لك. وانت كده مش محتاج لا تودي لا مكنه تفريخ ولا تشغل كهرباء ولا اي حاجه. بقى ده مكنه تفريخ رباني، هي كنز عندك. انت هتلم لها البيض مخصب وتحطه تحتها كل 21 يوم هتطلع لك دفعه وتسحب الدفعه انت اللي هيطلع لك وابتدي تشغل. يبقى عندك ايه يعني سلالات زي ما بيقولوا. يعني انت كل القصه انك بتلم لها البيض يكون بس مخصب وهي زي ما انتم شايفين كده ما اتحركتش حتى من مكانها. تشيها ما تهشهاش، تشيل ما تشيلش، هي بتقعد عامله لكم زي ما انتم شايفين. فاللي عنده فرخه زي دي تعتبر بالنسبه له كنز لان هي تعتبر مكنه تفريخ رباني. طبعا بقى في ناس بقى بتحارب الموضوع ده ازاي، او انت لو انت مثلا عندك في الرومي موضوع الرقاد ده، لان في ناس بتقول لك ايه انا عاوز اعالجهم من الموضوع ده. يعني لان الرومي انت عارفينهم بيبقوا عاوزين يبيض كتير وكلام من ده، لان اول ما بيجي لها او اول ما بترقد بيضه واتنين وتلاقيها رقدت انت عاوزه بقى تعمل موسم البيض بتاعها في الرومي. فاما هي انك بتضطر انك تحمل فرخه اكتر من مره في اليوم بحيث ان هي ايه، حراره الجسم تنزل وتبطل الموضوع ده. لا اما في ناس بتحطهم في اقفاص عاليه زي دي كده وبتشغل عليها ايه، زي نظام تبريد او مراوح، فده بيقلل النسبه او بيخليها ترجع تاني تبيض. لكن هي بالنسبه للفراخ البلدي فانا شايف ان هي بالنسبه للناس كلها ديت حاجه مميزه. يعني مش حاجه وحشه ان يبقى عندك فرخه بترقد وبتطلع لك كتاكيت. لان انت عارفين في ناس بترجع تاني اللي مثلا عندها الفراخ ترقد لفتره معينه بعد كده تقوم من على البيض فالبيض بيبوظ. لا، فانت اللي عنده حاجه زي كده يحافظ عليها. وانت كل القصه بس انك هتلم لها بيض مخصب وتحطه تحتها هتطلعه لك. واحنا دلوقتي باذن الله بقى في مرحله بقى جمع البيض. هنحاول كمان نصور لكم الفرخه وهي باذن الله راقده عليه، وباذن الله ربنا يصلح الحال كده وبعد 21 يوم كمان يكون فرخ ونصور لكم الفرخه وهي راقده على البيض، وكمان بعد ما تطلع الكتاكيت. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.